مساء الخير حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية بحب اشكر كل اللي بيدخل في قناتي جديد، وكل اللي بيدعمني، وكل اللي بيبعت لي كومنت حلو، وكل اللي بيسأل عليا. وبقول دايما يا رب ربنا يخليكم ليا ويجعلكم نعمة في حياتي. ليكم كل الشكر. وبتمنى لكم كلكم جميعا، كل اصحاب القنوات، ربنا يكرمكم ويوفقكم جميعا يا رب. اللهم امين. في البدايه هنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا حبايب قلبي، النهارده هنعمل مع بعض حاجه حلوه. هنعمل مع بعض الرز بلبن الكريمي بطريقه سهله جدا، وطريقه تسويه حلوه جدا جدا جدا. بصوا، اول حاجه انا عندي كيلو من الحليب اهو. كيلو من الحليب اهوت انا غلياه. خلاص. عندي كيلو من الحليب او كيلو من اللبن. وعندي كيلو اللبن بياخد كوباية رز، بس كوباية رز ايه اللي هي الكوباية دي الصغيرة مش الكبيرة. يعني كيلو اللبن عليه كوباية من دي رز اللي هي كوباية الشاي العادية. وبياخد كوباية سكر اللي هو المج ده. خلاص. يبقى كيلو اللبن بياخد كوباية صغيرة رز او نص، او لو هنحط المج يبقى هنحط نص كوباية رز. خلاص. وكوباية سكر دوت. طبعا السكر احنا عايزينه سكر قليل، لو عايزينه سكر زيادة ممكن نزود السكر شوية واحنا شغالين ندوق. ولو لقيناه محتاج سكر نحط تاني. بس انا عامة هعمله بكوباية سكر واحدة. وعندي معلقتين من النشا. وعندي باكوين فانيليا. خلاص عشان اعزز طعمه. اول حاجة انا عندي اللبن، سواء ممكن اللبن يا مغلي او مش مغلي، بس انا كان بما انه غلياه وحطاه في التلاجة وطلعته، فمفيش مشكلة. لو حتى مش اللبن مش مغلي ما عندناش اي مشكلة، هنحطه من غير ما نغليه. اول خطوة، انا عندي الرز بتاعي. طبعا انتوا عارفين انا بستعمل رز اكياس اللي هو نظيف فمش بغسله. فانا عندي هننزل بيه كده في الميه. انا عايزه اقول لكم ان الرز فيه كميه نشا ممكن تخلينا نستغنى عن النشا الصناعيه دي. بس انا كده كده بحب احط له برده معلقتين نشا بتعزز القوام بتاعه. بس انا هاخد كوبايه الرز، سواء لو الرز بتاعنا مش نضيف هنغسله ونصفيه كويس. وهنحطه في الميه. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. بص يا حبايب قلبي، انا عندي اهي حله فيها كوبايتين ميه. انا حطاهم بالبركه كده، بس يعني انا حاطه ميه اهوت. خلاص الميه دي هتغلي. اول ما الميه تغلي عندي هنزل بالرز بتاعي. بص يا حبايب قلبي، هنزل كده بكوبايه الرز بتاعتي بسم الله اهو. خلاص. هقلبها كويس كده عشان ما تلزقش في الحله. وهسيبها. وهقول لكم دلوقتي اول ما تيجي شايفين الميه بتاعت الرز عملت ازاي. عشان الرز بتاعنا فيه نشا طبيعيه. فدي بتخلي لي الرز بيبقى متماسك وحلو، بضطر ان انا احط نشا قليل. خلاص. وممكن نستغنى عن خطوه النشا، بس انا بحطها برضو مفيش مشكله. بس الرز بتاعي يعني ما نقلقش، ما نقولش لا ده ميته مش نضيفه ولا كده، لا. الميه البيضه دي النشا بتاعته. اول ما يغلي عندي الرز هقول لكم هنعمل فيه ايه. بص يا حبايب قلبي، انا عندي الرز بيغلي اهو. شايفين عمل ازاي؟ هو طبعا هو لسه ني، هو مستواش اهو معاكم اهو. شفتوا اهو. طلع لكم شويه. بصوا لسه اهو محصول اهو. مستواش. خلاص. اللي انا هعمله بقى دلوقتي هعمل خطوه هتسرع لي في تسويته، هتديني نتيجه تسويه رائعه. غلي معايا اهوت لمده 10 دقايق بس. مش اكتر من 10 دقايق اهو. هقفل عليه النار. واغطي عليه. واسيبه لحد ما ايه يشرب الميه بتاعته دي. وارجع لكم تاني. انا هغطي عليه بقى كده اهوت. واسيبه بقى ايه قيمه اي وقت بقى، يعني حتى لو بيتناه على البوتاجاز مفيش اي مشكله. خلاص. خلاص انا هغطي عليه واسيبه. لو سبته لتاني يوم مفيش مشكله، سبته ساعه، نص ساعه، ربع ساعه، سبته. اهم حاجه اني انا لما ارجع له تاني الاقيه، شايفين الميه اللي فيه، الاقيه شرب الميه بتاعته دي والرز بتاعي استوى. اكمل بقى بقيه تسويته واضيف بقيه بقى اللبن والسكر والنشا بتاعتي. خلاص. هسيبه بقى دلوقتي. وارجع لكم تاني بعد ما يشرب ميته، وانا قفلت النار عليه اهو، ولا بيغلي ولا اي حاجه.
بصوا حبايب قلبي، ادي الرز بتاعي اهوت. بصوا شايفين شرب الميه بتاعته ازاي؟ بصوا شايفين منظره عمل ازاي؟ خلاص انا بقى في المرحله دي هاجي اروح افتح عليه النار اهو، مش هزود ميه تاني ولا حاجه. انا كده الرزايه نفشت معايا. بصوا شوفوا شكل الرزايه عمل ازاي، نفشت واستوت معايا يعني 3/4 سوا. هي لسه برضو انا اهو فتحت عليها، وهاجي كده هنزل بكوبايه السكر بتاعتي اهو. بسم الله، هقلب لحد السكر عندي ما يدوب. شايفين عمل ازاي؟ نزل بقى ميته تاني اهو. ده السكر اهو ساح بقى وايه، وبينزل العسل بتاعه اهو. بصوا بعد ما كان مسك في بعضه، بصوا رجع فك تاني اهو. خلاص في المرحله دي بقى هنزل اللبن بتاعي يسخن بس كده، وهنزل اللبن بتاعي. شايفين يا قلبي يا حبايبي شكل الرز عمل ازاي؟ هنزل بقى باللبن بتاعي بسم الله اهو، بالقشطه اللي فيه، وهسيب شويه ادوب فيهم النشا. خلاص اهو، اقلب بقى كده بسم الله. مش هياخد مننا 10 دقايق، يعني ال10 دقايق اللي بنسيبهم الاول في الميه، وبعد كده بنقفل عليه بنسيبه نص ساعه. انا سبته بتاع نص ساعه او ساعه الا ربع ورجعت له تاني اهو. خلاص ممكن نسيبه نخلص شغلنا ونرجع له، او قبل ما ننام بالليل نغليه ونسيبه على البوتاجاز، ونصحى الصبح ان شاء الله نولع عليه. خلاص كده بقى اهوت. اظبط بقى السكر بتاعي كده ادوق. انا بالنسبه لي سكره كده حلو، اللي عايز يزود سكر يزود، اللي عايز يكتفي بالكوبايه يكتفي. السكر دوت اختياري حسب ذوقكم انتوا. في ناس بتحبه مسكر، في ناس بتحبه دلع. خلاص هيغلي غلوتين معايا واوريكم شكله بعد كده عامل ازاي. بس حبايب قلبي بقى اجيب هنا معلقتين النشا بتوعي دولت بسم الله اهو، وانزل عليهم كده شويه لبن. دلق مني. اقلبهم بقى كويس قوي كده. النشا مادة ربط فبتجمد معايا، ولو سبتها شوية ما حطيتوش دلوقتي لازم اقلبها قبل ما انزل اللبن بتاعي. خلاص اهو كده فكت معايا اهو. عشان اغير طعم النشا هاخد باكو من الفانيليا اللي عندي دوت، هنزل بيه على النشا بتاعتي، والباكو التاني هحطه في الاخر على وش الرز بتاعي اهو. هقلب كده بقى، هتبقى ريحة النشا بتاعتي جميلة اهو. وممكن نحط فانيليا سايلة لو عندنا. خلاص يلا بقى نروح نشوف الرز بتاعنا اخباره ايه. بصوا يا حبايبي شايفين الوش اللي هو عمله اصلا؟ شايفين اهو. كده بقى اجيب النشا بتاعتي، شايفين خفيف ازاي اهو، كده خفيف خالص اهو. اجيب بقى النشا اللي انا دوبتها ديت، هنزل بيها كده حبه حبه بسم الله اهو. انزل واقلب كده اهو. شايفين بدأ يتخن معايا ازاي اصلا اهو. هنزل عشان عندي الفانيليا راسيه تحت اهي في الطبق. هروح حاطه شويه لبن كده او شويه ميه لو مفيش لبن. شايفين تخن ازاي؟ شايفين القوام بتاعه؟ شايفين اللمعه اللي فيه اصلا عامله ازاي؟ بصوا كده حبايبي قلبي. هوطي النار عليه خالص بقى
عشان هغرفه ومش هقفل عليه غير لما اخلص خالص اللي في الحله. يعني هغرف وهو واطي عليه النار، بس بوطي النار عشان خاطر ما يتلسعش مني. هنزل بقى باكل فانيليا التاني كده في الاخر خالص اهو، قبل الغرف على طول، خلاص، عشان يفضل طعمها وريحتها فيه. عايزه اقول لكم الريحه تحفه. يلا حبايب قلبي، قوموا تشجعوا كده في الجو الساعه ده، اعملوا لاولادكم شويه رز بلبن كده، حتى هو كيلو لبن واحد او نص كيلو لبن، ونعمله كده ونحط لهم في التلاجة يفطروا بيه يتعشوا بيه اهو. نعمله سخن برضو، هعمل معاكم قلبين احطهم في الفرن، للي بيحب اللي هو الرز بلبن فرن، واللي بيحب الرز بلبن عادي. خلاص اهو. احضر بقى الطباق بتاعتي. بصوا يا حبايب قلبي اهو، شايفين القوام بتاعه عامل ازاي اهو، شايفين القوام بتاعه، انا ما قفلتش عليه النار، انا موطيه اهو. وهو كل ما يقعد كل ما هيتقل معايا. عشان ناخد القوام الكريمي لازم اسيبه كده ايه، خفيف سنه، ما اعملوش بلوزه كده. اول حاجه انا عندي الطواجن دي بتدخل الفرن، اللي هي البورسلين دي، هحط فيها كده وادخلها الفرن. بسم الله. نخلي بالنا واحنا بنعبي عشان خاطر لسعته غبيه اهو. ده للي بيحب يدخله الفرن، يبقى وشه كده زي المعمر، بس بيبقى دوت ألذ طبعا، لان دوت بيبقى خفيف، غير الرز المعمر بيبقى سميك شويه. خلاص، هبدأ بقى اعبي بقى الطباق بتاعتي العاديه اهو، طباق ازاز بقى، بلاستيك، اي حاجه. بسم الله اهو، واسيبهم يبردوا خالص، وبعدين احطهم في التلاجة. اول ما يبردوا عندي ادخلهم التلاجة، ما ينفعش احطهم في التلاجة وهم كده سخنين كده. كده حبايب قلبي اكون خلصت معاكم الفيديو بتاعنا. ادي الرز بلبن اهوت، اللي هو الساده، وده الرز بلبن اللي انا حطيته في الفرن، يا دوبك خد وش، ولا حطيت عليه سمنه ولا سكر ولا حطيت عليه اي حاجه زياده، ان انا حطيته تحت الشوايه وبس كده. هيديني الكرمله الحلوه دي، وطعم المتحمر الجميل بتاع الرز بلبن دوت. خلاص، وادي الرز بلبن اهو. انا عايزه اوريكم ان هو ازاي قد ايه كريمي. هو طبعا لسه ما يعني انا ما دخلتوش التلاجة، بس عايزه اوريكم شكل الطبق عامل ازاي. بصوا بصوا الجمال، بسم الله. بصوا بصوا عامل ازاي، بصوا مش مكلكع بقى ولا تخين ولا اي حاجه بجد، وسكره مظبوط جدا وطعمه حلو قوي. اتمنى ان انتوا تجربوا بطريقتي، ويا رب اكون قدرت افيدكم، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. انتظروني في فيديو جديد. يلا اسيبكم، دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.